اكثر مما هو حجره فصل عادي. يعني ممكن انه يوضع في هذيك البيئه، يدير مثلا آلة موسيقيه، مثلا يدير مثلا يعني كيحاول انه يجهز هذاك الفصل، كيكون بمثابه متحف، كيكون مثلا يدير مثلا معدات رياضيه الى غير ذلك. يعني يعني كيحاول ان كل ذكاء معين كيحاول يوجد ليه هذوك المعدات الوسائل لكي يقوم بالكشف عن تلك الملكة عند الأطفال. وهنا أشنو كيدير؟ يعني كيحاول أنه يلاحظ الطريقة التي يستثمر بها المتعلمون يعني هذا المتحف، أو بالأحرى لأنه سماه متحف لأن هو عبارة عن فصل، ولكن حاول أنه يجهزه مزيان بكل المعدات. إذا كيلاحظ الطريقة ديال استثمار المتعلمين لهذه المعدات، مختلف المواد والعناصر المحيطة بهم، وبذلك يمكن استنباط جانبيتهم في الذكاء. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة الطريقة اللي اعتمدها غاردنر. هنا إلا جينا نمروا للفصل، فكيف قلنا ممكن أننا نقوم بملاحظة السلوك ديال المتعلم داخل الفصل. المرحلة الثانية، حتى الآباء عندهم الدور أنهم يحددوا نوع الذكاء ديال الأطفال ديالهم. يعني في وقت الفراغ مثلا الأم اللي كتشوف الطفل ديالها كيميل مثلا، يعني هنا كيكون الدور ديال الآباء هو مهم، أنه ملي كتشوف الطفل ديالها كيميل مثلا أنه لواحد الآلة الموسيقية، أو لا كيميل مثلا مشاهدة أو لعب كرة القدم، يعني هنا ممكن أننا نحددوا هذاك الذكاء منذ الصغر. ثالثا، جمع وثائق أعمال متعلم عن طريق صور، بحوث، إنجازات، أداءات. إذا ممكن هذا هو يحدد لنا نوع الذكاء. ثم الحديث مع المدرس، مع الآباء المتعلمين. كاين بعض الأطفال كيقول لك مثلا أنا أستاذ مثلا راه بغيت نرسم، أو لا بغيت مثلا يعني أدي واحد المقطع موسيقي أو لا أنشودة إلى غير ذلك. يعني كنشوفوا حتى بعض الأطفال كيحاولوا هما يكشفوا لك على دوك المواهب اللي عندهم. هنا مزيان ان نحاولوا اننا نستثمروا هذا الذكاء ونحاولوا اننا نساعدوا في ابرازه. ثم مسألة أخيرة هي إجراء اختبارات تحديد نوع الذكاء، وكنظن هذه مازال ما غنوصلوش لها لأن شوية يعني تقنيا، ويعني كتطلب مجموعة من يعني من المجهود ومن الوسائل. إذا هذا ما يتعلق بتحديد الذكاءات المتعددة. إذا كان ممكن نمر تتمة العرض. ما اقتراحكم؟ نعم، سأتمم. إذا تحدثنا على علم النفس الفارقي، تحدثنا على الذكاءات المتعددة. الآن غنمروا إلى النظريات اللي هي نظرية علوم التربية. إذا يستمد مدخل كفايات المرجعية ديالو على مستوى علوم التربية من مجموعة من النظريات التربوية، اللي هي النظرية البنائية، السوسيولوجية، السوسيوبنائية عفوا، المعرفية، السلوكية، الجشتالت إلى غير ذلك. إذا مجموعة من النظريات التي ينهل منها مدخل الكفايات. وقد تم تبني هذه النظريات خاصة بعدما تبين للباحثين في هذا المجال محدودية الاتجاه السلوكي الكلاسيكي. إذن هذا تكلمنا عليه، الذي يجزئ فعل التعلم إلى عناصر دقيقة تفتقد إلى المعنى ولا تأخذ بعين الاعتبار العلاقات بين العناصر، والتنمية الشمولية لشخصية المتعلم والسياق السوسيو-ثقافي الذي يتم فيه التعلم. تكلمنا على السلبيات ديال الاتجاه السلوكي اللي كيقوم بالتجزيء ديال افعال التعلم، وكيولي كيلغي مجموعه يعني كيلغي مجموعه من الجوانب، مثلا الجانب العاطفي، الجانب الحسي حركي. اذا كيحاول انه يجزئ هذوك التعلمات ولا ياخذ بعين الاعتبار هذه العناصر، واذا لا يركز على تنميه الشخصيه في شموليتها. هذا ما يعاب على النظريه السلوكيه. اذا ومع ذلك
فقد قلنا من قبل بأن هذه النظرية السلوكية فقد تم تصحيحها، يعني لا يمكن الإنكار أنها يعني تم اعتبارها كمرجعية، ولو أن بها ثغرات فقد تم تصحيح هذه الثغرات وتم يعني اعتمادها من أجل بناء هذه المقاربة، مقاربة الكفايات. النظريه السلوكيه غنتكلموا عليها بايجاز لانني هنا حددت فقط بعض العوارض باش ما يكونش البحث طويل. اذا هنا ديجا تكلمنا على هذه النظريات. النظريه السلوكيه كتعتبر بافلوف هو احد مؤسسيها، وطورها كل من واتسون وسكينر. إذا التعلم حسب هذه النظرية يحدث عن طريق المحاولة والخطأ والتكرار. التعلم كذلك نتيجة للعلاقات بين تجارب المتعلم والتغير في استجاباته. إذا هنا شفنا بأن النظرية السلوكية كتركز على المحاولة والتكرار والخطأ، لأنها بالأساس كتحاول أنها تحدد هذاك السلوك. إذا شفنا مثير استجابة، إذا كاين واحد الوتيرة كتمشي عليها النظرية السلوكية وتعتمد بالأساس على المحاولة والخطأ كآلية من أجل التعلم. ثم شفنا التعلم المقترن بالتعزيز حسب هذه النظرية هو تعلم إيجابي، والتعلم المقترن بالعقاب فهو تعلم سلبي. ثم كنوجدوا عندها قانون الأثر نتيجة للسلوك المتكرر أو التجربة. الآن غنمروا للنظرية البنائية. النظرية البنائية أو تسمى أيضا نظرية التعلم بالموازنة، وكيتعتبر بياجي هو الرائد ديال هذه النظرية. حسب بياجي فالتعلم هو فعل نشيط ويقترن بالتجربة وليس بالتلقين. إذن هو كيركز بالأساس على التجربة كأساس للتعلم، ولا يركز بالأساس على يعني تقديم المعارف وتلقينها للمتعلمين. ثم يتم بناء المعرفة استنادا إلى المعارف السابقة التي تتمثل في الخبرات والتمثلات، وذلك من خلال آليتين أساسيتين اللي هما الاستيعاب والتلاؤم. إذا إلا جينا نحاولوا نوضحوا هذه المفهومين، إذا المفهوم الاستيعاب اللي هو إدماج للموضوع في بنيات الذات. إذا كنحاولوا أننا نستوعبوا هذاك الموضوع، إذا هو إدماج للموضوع في بنيات الذات. ثم مفهوم التلاؤم فهو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات الموقف أو الموضوع باتجاه تحقيق التوازن. إذا أولا ملي كي توضع المتعلم في واحد الوضعية، فأول آلية خصها يعني باش يتم بناء هذاك التعلم ضروري خص يكون استيعاب ديال الموقف. إذا ضروري من إدماج ديال الموضوع في بنية الذات. إذا هنا ممكن نتكلموا على هذا. إذا هي راه يعني كنشوفوا بالأساس، فهي راه كنشوفوها حتى مثلا في يعني في الكفاية بالأساس كتوضح أكثر. بحال كي شفنا في الكفايه كيكون هناك تكيف، يعني كيكون ان خصنا نستوعبوا هذاك الموقف او ديك الوضعيه. اهم شيء قبل ما نوصلوا للتلاؤم، التلاؤم هو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات الموقف او الموضوع باتجاه تحقيق التوازن. اذا هي راه كتركز بالاساس على التوازن، مفهومين اساسيين اللي هما التوازن والاختلال في التوازن، وغنشرحوا من بعد. كذلك فالمتعلم حسب هذه النظرية هو محور العملية التعليمية التعلمية. إذا كتركز بالأساس على المتعلم، وهو من يتكلف ببناء المعرفة بنفسه اعتمادا على ذاته، وذلك عن طريق ماذا؟ إذا كاين آليات أو لا عمليات اللي هي الملاحظة، الانتقاء، صياغة الفرضيات، التحليل واتخاذ القرارات، التنظيم والاستنتاج، وأخيرا إدماج التعلمات في بنيته المعرفية أو الذهنية الداخلية. ثم هنا غنشوفوا بأن التعلم حسب هذه النظرية فيتم عن طريق الوضعية المشكلة التي تؤدي إلى اختلال توازن المتعلم، مما يستدعي تعبئة مواردها ودمجها لإيجاد الحل. إذا هنا كنشوفوا بأن التعلم ضروري بالأساس كيتم عن طريق وضع المتعلم أمام واحد الوضعية مشكلة كيكون فيها بتعبئة. هنا كيكون يعني توظيف واستثمار الكفايات اللي هي يعني اكتسبها من أجل ودمجها من أجل إيجاد الحل. كذلك
فالخطأ إذا هو كتركز بالأساس هذه النظرية على الخطأ، فهي تراه شرطا أساسيا للتعلم. والخطأ حسب بياجي فيركز على ضرورة معرفته. لماذا؟ من أجل تجاوزه، لأنه تعتبر يعني هو مهم، يعني يركز بالأساس على ضرورة معرفة الأخطاء عند المتعلمين، وذلك من أجل تجاوزها. كما أن صيرورة التعلم حسب هذه النظرية تمر بصراع بين المكتسبات السابقة والتعلمات اللاحقة بالتناوب بين مفهومي التوازن واللا توازن. إذا هنا غنحاولوا نتكلموا على واحد الخطوط مبسطة أو توضيحية باش نفهموا هاد العمليات ديال عملية التعلم حسب هاد النظرية شنو هما المراحل ديالها. إذا الفرد كيكون في حالة توازن، يعني قبل ما نوضعوا أمام وضعية مشكل، ملي كيتوضع أمامها اشنو كيحدث لي اختلال ديال ذلك التوازن. لماذا؟ لانه كيتحط امام واحد المشكل، يعني ممكن انه خصوصا اذا كان وضعيه جديده ضروري من ان هذاك الاختلال كيحدث ليه ديال التوازن، ضروري من توظيف نسق من المعارف والمكتسبات. هنا كيتم التعبئه ديال هذوك المعارف ثم يعني إدماجها للوصول إلى الحل. وبالوصول إلى الحل فالمتعلم يعود إلى حالة التوازن. هذا من جهة. أما في حالة اختلال التوازن يعني كيكون هنا، يعني بعض المرات كيكون مثلا المتعلم ما كيوصلش للحل، يعني هذا مطروح. الوضعيه كنوضعوا يعني كيتحط امام واحد الوضعيه، ماشي ضروري دائما المتعلم كيوصل للحل، ولكن اضعف الايمان كيكون هناك استيعاب للموقف نتيجه ماذا؟ فعل الذات على المحيط. اذا ضروري كيكون واحد التفاعل ما بين الذات والمحيط. ثم كذلك التكيف مع متطلبات فعل المحيط على الذات. غنمروا للنظريه المعرفيه. هذه النظرية تعتبر كاني هو رائدها، وكذلك تارديف ونوفاك. تعتبر أن للعقل البشري قدرة على معالجة المعلومات. إذا هي تؤمن بقدرة العقل على معالجة المعلومات والفهم والتخزين في الذاكرة والاكتساب وتوظيف المعارف. إذا هذه النظرية المعرفية تركز بالأساس على أنشطة ديال العقل البشري، ثم تعطي أهمية خاصة لمصادر المعرفة واستراتيجيات التعلم، ذلك من خلال معالجة المعلومات والفهم. ثم يقتضي التعلم حسب هذه النظرية إنجاز مهمة محددة يتم فيها تعبئة الموارد المخزنة بالعقل وتجنيدها للوصول إلى الحل. إذا هي بالأساس شبيهة بالنظرية البنائية، ولكن هي هنا الفرق أنها تحاول تركيز على النشاط العقلي بالأساس، يعني على معالجة المعلومات والفهم والتخزين في الذاكرة والاكتساب وتوظيف هذه المعارف، يعني باعتماد استراتيجيات اللي هي معالجة المعلومات والفهم إلى غير ذلك. ثم أن وعي المتعلم حسب هذه النظرية بما اكتسبه، فهو ذلك الوعي المتعلم بأهمية التعلم، فهو يحفزه على مضاعفة الجهد لمزيد من التعلم. ومن بين البيداغوجيات التي تستقي أسسها من هذا التصور نجد بيداغوجية حل المشكلات، كيف ما قلنا إذن هي عندها ارتباط بهذه بيداغوجية حل المشكلات، وذلك البنائية والفارقية ثم المشروع إلى غير ذلك من النظريات. غنمروا النظرية الجشتالتية، وهنا غنشوفوا بأن يعني هي كذلك تعتبر من المرجعيات النظرية للكفايات، ولكن يعني الاستخدام ديالها ممكن يعني كيكون استخدام بالأساس في جانب ديال القراءة، أو مثلا يعني بالأساس كنركزوا عليها في القراءة، هذه كأساس نظري لتعلم القراءة. ويعتبر ماكس فيرتهايمر هو مؤسسها، وقد طورها كوفكا وكوهلر. والجيشتالت حسب هذه النظرية، هذه كلمة تعني تعني بنية أو شكل كلي ينظر للظواهر في كليتها.
إذا حسب هذه النظرية فالأجزاء لا تصبح إذا لا يصبح لها معنى إذا ولا تقوم بوظيفتها كأجزاء حتى توجد داخل كل الذي هو عفوا الذي هي أجزاء له. سأعيد التوضيح. إذا ملي كنتكلموا على هذه النظرية حنا لا نؤمن بالأجزاء، إذا ما عندهاش المعنى إلا إذا كانت داخل كل. إذا هذاك الكل إذا حنا كننطلقوا من الكل إلى الجزء. وتزعم النظرية الجشتالتية أن الكل لا يساوي مجموع أجزائه، كما أنه أي الكل ليس مجرد أكثر من أجزائه. إذا يعني سنحاول نوضحوا هذه. إذا بحيث أن كتنظر للكل على أنه واحد البنية وديناميات داخلية اللي هو ارتباط متكامل، وهذا ما يجعله مختلفا اختلافا جذريا عن الشيء الذي ينظر إليه وكأنه مجرد مجموع أجزائه. مثلا إلا خدينا يعني أمثلة، مثلا إلا خدينا مثلا التعلم ديال القراءة، هنا كيكون عنده يعني فاعلية أكثر ملي كنطلقوا من جملة ثم كلمة ثم حرف. إذا الكل كنوصلوا به إلى الأجزاء. إذا هذا هو المفهوم ديال هذه النظرية الجشتالطية. إذا لهذا ينبغي أن ننطلق من الكل رغم أننا نهدف التعامل مع الأجزاء، لأننا غنوصل الأجزاء ولكن ضروري أننا ننطلق من الكل. ثم كذلك التعلم حسب هذه النظرية لا يتعلق بالخبرة السابقة، فهي أحيانا عائق نحو التعلم. إذا هنا غنشوفوا بأن كيف قلت لكم لحسب الرأي ديالي فإن هذا ممكن شوية ديال التعارض مع الكفايات، لأنها كيكون عندها ضروري من استحضار المكتسبات السابقة، ولكن كيف قلت لكم حنا كنركزوا بالأساس على القراءة. إذا هذه بالأساس كتعتمد في القراءة كأساس. إذا ثم تعامل المتعلم مع الوضعية واستثمار السياق والسند والمعطيات قبل الحل. يقوم التعلم حسب هذه النظرية على الإدراك الذي يتأسس على استقبال المعلومات وإعادة تنظيمها من خلال مرحلتين. إذا المراحل اللي يقوم بها التعلم حسب هذه النظرية اللي هي استقبال المعلومة أولا، ثم تأويلها وفق المكتسبات القبلية، ثم غنشوفوا التعلم القائم على الاستبصار. إذا الاستبصار كمفهوم شفناه بأنه هو إدراك مفاجئ للعلاقات بين عناصر الموقف التعلمي نتيجة إعادة تنظيم تلك العناصر بشكل جيد. إذا هنا راه سبق لنا أننا تكلمنا على مفهوم ديال الاستبصار. هنا ملي كيتوضع المتعلم أمام واحد الوضعية، فملي كيوصل أنه الإدراك مفاجئ للعلاقات بين دوك العناصر المكونة لذاك الموقف من خلال تجميع مجموعة من العناصر المساعدة، فهو كيتوصل لهذاك الحل. ثم أن شفنا بأن التعلم القائم على الاستبصار يجنبه الوقوع في الخطأ. الآن غنمروا يعني آخر نظرية اللي هي النظرية السوسيو بنائية، وكنشوفوا بأن الرواد ديالها هو فيكوتسكي وكليرمون. والتعلم حسب هذه النظرية يرتكز على وقوع صراع معرفي. إذا يرتكز بالأساس على وقوع صراع معرفي، والمعارف تبنى اجتماعيا من طرف المتعلم، بحيث حنا كنركزوا على التعلم الذاتي. اذا مادام هذه النظريه هي يعني ترتبط بالمجتمع سوسيو، يعني كنوجدوا كلمه سوسيو اجتماعيه، فهي كترتكز بالاساس على بناء المعارف اجتماعيا عن طريق اعتماد المتعلم على التعلم الذاتي. ويحدث التعلم حسبها من خلال التفاعل مع المحيط، يعني تعلم خارجي أو بالإقران. يعني كنشوفوا هناك يعني احتكاك بالوسط الخارجي عن طريق التقليد والمحاكاة. هنا كيتم التعلم حسب هذه النظرية. وعندما يواجه المتعلم وضعية مشكلة فهو يقع تحت تأثيرين: تأثير داخلي يتمثل في ذاته، وخارجي يتمثل في جماعة القسم. إذا هنا كيحدث ليه واحد صراع. إذا كيف ما قلنا هي كتقوم على الصراع، هو أولى يعني كيكون كذلك معه تأثير اللي هو ديال في الذات، وكذلك خارجي يتمثل في جماعة القسم، وهو ما يحتم عليه تعبئة موارده وتجنيدها لإيجاد الحل. ويرى التصور إذن ويعتبر تصور التفاعل الاجتماعي
مناسبا لتنمية الكفايات الفردية. إذا هنا كنركزوا على الأساس على العلاقة التفاعلية ديال الفرد مع المجتمع باعتبارها أساسا في تنمية الكفايات الفردية لدى المتعلم. ثم أخيرا غنشوفوا التعلم يحدث بين 3 مكونات اللي هي السلوك، ظروف الشخص والمحيط. واخيرا غنشوفوا اذا هذه مساله اخيره. ثم عوامل التعلم الاجتماعي اللي هي الانتباه، الاحتفاظ في الذاكره، الانتاج والدافعيه. اذا وبهذا نكون كملت العرض وسافتح مجال للنقاش.